قال انت مش عارف انا مين؟ انا عارفه. صحيح، ده احنا من عيلة تراب، ده احنا عندنا تراب. على ايه بقى الفشخرة لما من بق الرب كده يقول ايه؟ انت تراب لانك تراب. قال الادم؟ لا، ده بيقولها لي انا، انت تراب وقال التراب تعود. يكفي ان الواحد يعيش دي بحق بقى في حياته، في بيته، في شغله، في معاملاته مع الناس، في الكنيسة، بره، جوه. لو غابت عن ذهني هتوه. لو رفعت التراب لفوق عينك هتتعفر. خلوش ترتفع لفوق، خليه تحت. احطوه فين التراب؟ صحيح، التراب يداس. صحيح، أنا واخد نعمة كبيرة جدا وحاصل على النعمة ده، أنا ابن لله وبتناول جسد المسيح وخير كتير، بس ده فين؟ ده اسمه كنز في إناء خزفي. لنا هذا الكنز فين؟ في تراب. فأرجوك ما تفتخرش لا بعلم ولا بشهادات ولا بأملاك ولا بعيلة ولا بناس ولا بمعرفة ولا بفلسفة كذاب ولا حاجة. أرجوك عشان خاطر ربنا بلاش. فما تخليش الحقيقة دي تغيب عنك، دي حقيقة عيشها. طب ودي هتريح؟ صدقني قوي، جربها اليوم واحد، يوم من الأول نهار لآخره، وانت حاطط في ذهنك كويس قوي 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 قوي، في ثانية الواحد يرجع للتراب ولا حاجة. ده مش لليأس، لا، ده للحياة، ده للفرح. ان يبقى رجاك مش في التراب، وكنزك مش في التراب، وأملك مش في التراب، وافتخارك مش بالتراب، عشان الواحد يحيا كما يحق للدعوة التي دعينا إليها لربنا المجد.